بتحس انك مش فاهم نفسك، كل يوم بتصحى متلخبط، مش عارف انت غلطان ولا في علاقة بتقلب عليك الحقيقة. بتحس انك ما بقتش واثق في نفسك، بتتردد، بتشك في كل كلمة بتقولها، وبتسأل نفسك هو انا اللي حساس ولا انا فعلا السبب؟ بس الغريب ان الشخص اللي معاك كمان بيكمل لك الكذبة، يضحك في وشك ويقول لك انت بتتخيل، ولحد دلوقتي لسه بتحاول تصدق انه ممكن يتغير، رغم ان كل حاجة فيك بتقول ان في حاجة غلط. النهاردة هنتكلم عن علامات قوية بتقول انك ضحية لإساءة نرجسية. مش مجرد كلام، دي علامات ممكن تكون بتعيشها كل يوم بس مش قادر توصفها. لو حسيت ان الكلام ده ليك خليك معانا، علشان انت تستحق تفهم وتتحرر. اهلا بيكم. اول علامة انك دايما حاسس ان في حاجة غلط. في لحظة معينة كل حاجة فيك بتتلخبط، مش قادر تضحك زي زمان، مش متأكد من نفسك، ومش واثق في اي قرار بتاخده. صوت جواك بيقولك انك السبب، وانك مطالب تشرح، تبرر، تعتذر، حتى لو ما كنتش غلطان. كل مرة تحاول تتكلم تحس انك بتبالغ، تحس انك فقدت الاتصال بنفسك. ويمكن الأسوأ من كده انك بدأت تحس ان التعب ده طبيعي، وان المشكلة فيك. لو الكلام ده لمسك فده مش صدفة، ده أول علامة ان في حاجة غلط بتحصل في علاقاتك، وجه الوقت تفهم. تاني علامة بتظهر في العلاقات النرجسية ان العلاقة مش واضحة، مش عقلانية، ما فيهاش اهتمام حقيقي. في العلاقات النرجسية دايما بتحس انك مش فاهم ايه اللي بيحصل حواليك. اليوم ده بيكون مليان حب وكل حاجة تمام، في اليوم التاني كل حاجة بتنهار وحاسس انك وحيد. في لحظات هتحس انك متقدر وان الشخص اللي قدامك بيحبك بجد، وفي لحظات تانية هتكتشف ان كل ده مجرد وهم، وانك مش مهم زي ما كنت فاكر. الرسائل المتضاربة ديت بتخليك تايه ومش فاهم نفسك، وكل ما تحاول تشرح تلاقي الردود زي انت حساس قوي، ده مجرد هزار، او ليه مكبر الموضوع، او عقاب نرجسي بالصمت او التلاعب. انت هنا دايما في حالة تشتت عاطفي، مش قادر تحدد هل ده حب ولا تلاعب. والاكتر من كده ان ده مش صدفة، ده جزء من الخطة المقصودة. واخطر علامة انك بتتنازل عن نفسك عشان العلاقة تكمل. في العلاقة دي بتبدأ تحس انك مش قادر تكون نفسك، تبدأ تلغي كلامك، تتجاهل مشاعرك، وتبص للي قدامك بكل اهتمام وتفكير علشان ما تزعلهوش، وتقول لنفسك مفيش مشكلة هتعدي. لكن الحقيقة انك مش بتتنازل عن حاجات بسيطة، انت بتتنازل عن نفسك. تبدأ تغير تصرفاتك عشان تتناسب مع الشخص ده، وبعد شوية تبدأ تلاحظ انك مش الشخص اللي كنت تعرفه، مش الشخص اللي كان سعيد بحياته. ده اخطر انواع الاستنزاف اللي ممكن تواجهك، انك تمسح نفسك بالكامل علشان ترضي الاخر وتنسى انت مين، وتدور على اوقات تبقى فيها مرتاح، لكن مع الوقت بتغرق اكتر في العلاقة. والعلامة الرابعة، بدأت تتصرف بطريقة مش شبهك. انت اللي كنت دايما هادي بقيت فجأة بتنفعل لأتفه الأسباب. كنت بتحب التسامح والهدوء، دلوقتي بقيت بتفقد هدوءك من أقل حاجة. ازاي ده حصل؟ الإساءة المستمرة والضغط النفسي بيخليك تتصرف بطريقة مختلفة عن شخصيتك الطبيعية. الضغط ده بيكسرك ويحطمك قطعة قطعة، وكل ما زاد كل ما أصبحت في حالة انفجار عاطفي. وأكتر حاجة بتوجع إنك تبدأ تشك في نفسك، تسأل هل أنا فعلا اتغيرت؟ هل أنا اللي عندي مشكلة؟ وتبدأ في مرحلة الحيرة والتشكيك في الواقع اللي هي أداة سيطرة النرجسي. وخامس علامة، أنت اللي دايما بتلحق الكوارث. لو في حاجة غلط حصلت أنت دايما اللي بتتحمل اللوم. هو بيغلط أنت اللي بتعتذر، هو بيكذب أنت اللي بتداري عليه، بينسى حاجة مهمة أنت اللي بتتحمل المسؤولية. النرجسيين دايما عايشين بدون أي مسؤولية أو عواقب لتصرفاتهم، لكن الغريب إن كل اللوم بيقع عليك أنت، وكل مشكلاته بتتحول إلى عبء تقيل عليك. الوجع الحقيقي هنا مش مجرد الكذب أو الإهمال، لكن الشعور إنك دايما الشخص الغلط في كل حاجة. العلامة السادسة والأشهر إن مفيش حدود مهما حاولت. لو حاولت تقول لأ ما بتتقدرش،
لو حاولت تبعد بيرجعك بكلمة واحدة. لو حاولت تشرح اللي مضايقك يتحول الموضوع عليك ويتقلب ضدك. النرجسيين عندهم قدرة عجيبة على كسر حدودك الشخصية. لما تحاول تبني حد لشيء بيضايقك هم هيقلبوا الموضوع لصالحهم ويمارسوا تلاعب نفسي متقن، بحيث تلاقي نفسك دايما في نفس الدوامة. حتى لو حاولت تبعد، انت مش ضعيف، انت مش عاجز، انت ببساطة محاصر بدايرة تلاعب نرجسي محترفة بتخليك تشك في حدودك باستمرار. سابع علامة انك تحس انك مدمن الشخص ده رغم الاذى، عارف انه بيأذيك لكن مش قادر تبعد. بتستناه يكلمك، بتفرح بكلمة صغيرة وبتنهار بعدها بلحظة. العلاقة دي مش علاقة حب، ده نوع من الترابط المؤذي اللي هو نوع من الإدمان العاطفي، بيخليك دايما تطلب جرعة من الشخص اللي بيكسرك. الترابط المؤذي بيحصل لما تحس انك عايش في حالة هوس دائمة مع شخص بيؤذيك. ده بيعمل خلل في عقلك ويخليك مش قادر تفرق بين الألم والمتعة. كل ما كانت معاملة شخص سيئة كل ما كان تعلقك بيه أقوى، وبالتالي دايرة التلاعب مش بتنتهي. جسمك بدأ يتكلم بالنيابة عنك، قلق، اكتئاب، وجع مش مفهوم. الألم النفسي بيظهر على جسمك. هل حسيت فجأة انك تعبت جسديا من غير سبب، او انك بدأت تحس بأعراض صحية غريبة؟ النرجسية مش بس بتأثر على مشاعرك لكن بتأثر على جسمك كمان. الألم النفسي خصوصا لما يكون مستمر ومن غير ما نتعامل معاه بيظهر في شكل أعراض جسدية زي نوبات قلق شديدة مثلا. دي كلها علامات على انك مش بس تحت ضغط نفسي لكن جسمك بيدفع الثمن كمان. ده رد فعل طبيعي لجسمك عشان يحميك. إذا كنت حاسس بأعراض زي ديت يبقى جسمك بيقول لك إنك محتاج مساعدة. افتكر إنك تستحق شفاء كامل نفسيا وجسديا. وتامن حاجة، بعدت عن الناس وبعدت عن نفسك. ما بقيتش تضحك زي الأول، الحاجات اللي كانت بتفرحك ما بقتش تفرق، بدأت تكذب، تختفي وتشك في كل الناس. وده مش ضعف منك، ده رد فعل طبيعي على صدمة مستمرة اسمها الإساءة النرجسية. النرجسيين بيخلوا ضحاياهم يشعروا بالعزلة. كلما طالت العلاقة كل ما بدأت تعزل نفسك عن الناس اللي بتحبهم. اللي كان يهمك دلوقتي مش مهم، والضحك اللي كان يجي طبيعي بقى غريب عليه. وده رد فعل طبيعي لحالة العزلة النفسية اللي بتحصل نتيجة التعرض للإساءة المستمر. لما بتكون دايما في علاقة مش صحية بيبدأ جسمك وعقلك يحاولوا يحموك بالطريقة دي. المشكلة في العلاقة النرجسية إنها بتخليك تشك في الناس وفي نفسك لدرجة إنك بتبدأ تختفي عن الوعي، وده بيبقى سبب تدهور حالتك النفسية. إنك تشك في الناس اللي حواليك مش معناه إنك ضعيف، ده معناه إنك متأثر بالإساءة، ولكن تقدر ترجع، تقدر تخرج من العذرة دي تاني. وفي النهاية صدقني مشكلتك حقيقية وإنت مش لوحدك. لكن الأهم من كده، انت مش ضعيف. كل يوم جديد هو فرصة تطلع خطوة من دايرة الاستنزاف. ابني حدودك وخلي نفسك دايما في المقام الأول. شاركونا التعليقات.